السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي. سفرتنا ما تحلاش الا بطبق مخلل بتنجان كده متحبش بالتحبيش بتاعته الحلوة. تعالوا النهاردة نعمله مش شارب مننا زيت، طعمه حلو جدا وخفيف كده يا جماعة. يلا نخش على التفاصيل بسرعة، بس لو أول مرة بتشوفوني اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. أول خطوة من الخطوات، معانا طاسة نسخنها كويس جدا، ننزل بشوية زيت صغيرين جدا، يعني ما نملاش الطاسة زيت. تمام. لكل كيلو من البتنجان 4 معالق زيت فقط من بتاعة الأكل بتاعتنا. غسلة البتنجان غسيل كويس جدا، شايلة القمع بتاعه بإيدي بكل سهولة كده. البتنجانة مش شقها بالسكينة ولا أي حاجة، البتنجانة سليمة زي ما هي. تمام. أنزل بكمية البتنجان بتاعتي في الطاسة السخنة والزيت السخن، شوية الزيت الصغيرين، ونغطي بقى ونسيبه يستوي يا جماعة بالبخار بتاعه. ما هو أصل البتنجان من الخضروات وفيه نسبة مية، فبدل بقى نقليه في زيت كتير هنحط زيت قليل وهو هيستوي بالبخار بتاعه. بس أهم حاجة الغطا بتاعك يكون محكم، ما يطلعش البخار ده. بس كده. البتنجان بتاعنا استوى زي ما انتوا شايفين، والزيت قليل جدا مش لازق في الطاسة. بسم الله ما شاء الله، طالع معايا زي الزبدة. ودي خطوة مهمة جدا علشان تاخدي بتنجانة مش شاربة منك زيت، وتاكليها كده بتبقى طعمها حلو جدا زي ما انتوا شايفين. تمام. نطلع بقى كل كمية البتنجان، ودي أحسن طريقة تقلي بيها البتنجان على فكرة، ما يشربش منك زيت ويبقى خفيف معاكي. هيستوي بالبخار اللي فيه. طبعا البخار ده بقى، طبعا الميه اللي في البتنجان هتتبخر وهتسوي البتنجان معانا باقل كميه زيت. يعني كل ما قللت الزيت هيستوي معاكي وهيبقى زي الفل، ميكس بين ايه بقى؟ بين المسلوق وبين المقلي. تمام. نيجي بقى للدقه الحلوه بتاعتنا، بسيطه جدا وما فيهاش اي افتكاسات. فلفل كده رومي على فلفل حامي، وننزل بهم في الكبه بتاعتنا مع بقى كمون وكزبرة ناشفة وليمون وإيه وخل كمان يا جماعة. بس الخطوة بتاعت الخل دي هضيفها لوحديها. تمام. نزلت بكمية الفلفل كده، ميكس بين الفلفل الحامي والفلفل الرومي وتوم كمان. وانزل كمان بقى بمعلقة كمون كبيرة ومعلقة كزبرة ناشفة كبيرة، والملح بتاعك ظبطيه، وعصير الليمون. ودي احلى دقه ممكن تستعمليها للبتنجان، ما فيهاش يا جماعه اي اضافات زياده، هي دي الاضافات الاساسيه بتاعه دقه البتنجان. تمام. انزل بقى بعصير الليمون كده ونضربهم ضربه كويسه جدا لحد ما يبقى ناعم. لو عندك فلفل يا جماعه من الاحمر اللي بتاعنا ده، ما فيش اي مشكله، ممكن تعملي ميكس بين التلاته. تمام. بس ده كان المتاح عندي. زي ما انتم شايفين كده بقى، ناخد شويه كده من الدقه بتاعتنا الحلوه دي زي ما انتم شايفين، وانزل عليها بقى بشويه خل. تمام. ربع كوباية خل كده. نقلب بقى كل الحاجات الحلوة دي، بجد بقى ريحتها خطيرة جدا وبتخلي البتنجان طعمه في منتهى الجمال. ادي البتنجان بتاعنا ما نزلش نقطة زيت في الطبق يا جماعة، استوى بالبخار اللي فيه كده، طالع حلو جدا وخفيف ومستوي ودايب دوبان كده. نفتح بقى، هيتفتح معاكي بكل سهولة. طبعا انا ما فتحتوش في الاول خالص بسكينة ولا شقته بسكينة ولا اي حاجة، هو هيتفتح معاكي بكل سهولة. هتضيفي الدقة في قلب البتنجانية كده. اهم حاجة برضو ظبطي الملح كده عشان ايه؟ البتنجان يبقى متحيق معاكي كويس. اعمل معاكم كام واحدة كده. بس هو ده البتنجان المخلل. الفكرة في كل الحكاية يا جماعة ان احنا بلاش نكتر زيت فيه كتير قوي. كل ما الزيت كان قليل كل ما كان افضل. هو هيستوي بالميه اللي فيه، الميه دي هتتبخر وهتسويه وتخليه طري معاكي وزي الزبده. اهم حاجه الغطا بتاع الطاسه يكون محكم عشان يفضل الايه، البخار كده في قلب الطاسه معاكي عشان يسوي البتنجان ويطلع حلو جدا. تمام. ودي طريقتي يا جماعه في البتنجان بتاعي المخلل. بس زي ما انتم شايفين بيتفتح بكل سهوله. احلى طبق مخلل بقى بتنجان. اخلص بقى كل الكمية كده، ويبقى كده الفيديو بتاعنا خلص يا جماعة. اتمنى يكون نال اعجابكم،
وأتمنى تستفادوا بأي حاجة كده حتى لو هي حاجة بسيطة، وكلنا بنفيد بعض وكلنا بنعرف نعمل كل حاجة، وكل اللي عنده فكرة للبتنجان غير فكرتي يا رب يكتب لي في التعليقات كده، كلنا نستفيد من بعض. رشة كزبرة بقى كده خضرة عليه، وأحلى طبق بتنجان تاكلوه بألف هنا. بس كده يا جماعة. بصوا بقى مش شارب زيت خالص يا جماعة، طعمه حلو جدا وخفيف جدا، وأسيبكم في رعاية الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.